طيب يا جدعان، المفروض ان احنا وقفنا الفيديو دلوقتي عشان اسماعيل طبع علينا. ازاي هشربها كده؟ السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. فكرة الفيديو بتاعت النهاردة او المقلب بتاع النهاردة موت الموت يا جماعة. من المفترض يا جماعة ان احنا جايبين كنز هنحط فيه بيض، هنخرمه من تحت كده وهنحط فيه بيض وهنشربه لاخويا الصغير. انا مفهمه يا جدعان زي الفيديو اللي فات، هو ما بيحرمش، مفهمه ان عامل معاه تحدي اللي يشرب البيبسي الاول هيبقى كسبان. قبل اي حاجه يا جماعه، قبل اي حاجه بنصحكم ان انتم ما تشتروش بيبسي. انا جايب البيبسي ديت للتصوير للهزار وللضحك بس، انما للشرب انا مش جايبها للتصوير الفيديو بس. يلا يا جماعه هنبدا الفيديو، هتشوفوا كل حاجه بالتفصيل واحده واحده. وهنبدا دلوقتي، هنجيب البيبسي وهتشوفوا كل حاجه. وبعد ما نحط البيضه ونعمل كل حاجه، هنناديله الغبي اللي مش بيفهم هنعمل يعني التحدي وكده. هو مفكر ان هو تحدي بس انا عامل معاه مقلب. يلا بينا يا جماعه نبدا فكره المقلب. القصه الحلوه اللي هنعمل عليها المقلب مش التحدي. هو مفكر ان هو الغبي الحمار مفكر ان احنا عاملين تحدي. هنجيب الكرسي الجميل، يعني الحاجات دي كلها احنا محولينها على دور. انا اللي محولها على دورين. انا بصراحه يعني الشمس فوق كله لاجلكم. بس قبل اي حاجه متنسوش تعملوا لايك واشتراك وصلوا على النبي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين يا جماعه جبنا البيضه يا جدعان. مش عارف اكسرها ازاي. يلا بينا هنبدا يا جدعان فكره المقلب المميته. الغبي انا بصراحه يا جدعان ضمير مأنبني، بس مش هيجي 1% من اللي بيعملوا فيا في البيت. خانقني وجاب اخره والمشاكل كلها بسببه اصلا حرفيا. زي ما جبنا البيضه زي ما انتم شايفين يا جماعه. يعني انا ما بنصحكوش تجيبوا دي. هاتوا اي منتج تاني. في سبيروس باتس وفي كل حاجه، في منتجات مصريه الله اكبر كتير جدا، بس انا جايبها بس والله علشان المقلب، فكره المقلب بس مش اكتر. يلا بينا يا جماعه نبدا. المفروض يا جماعه ان احنا لما تسمع عليها يا جدعان بس معلش المقلب بتاع. المفروض ان احنا هنخرمها من هنا كده. بسم الله. لا انا مش عايز تفتح يا جدعان. فتح يا جدعان. هو في مغناطيس جوه ولا ايه يا جدعان؟ انا كل ما بخبط المسمار بينزل لجوه. زي ما انتم شايفين يا جماعه خرمناها بس مش عارف هي هتنزل ولا لا. يلا بسم الله. واحده واحده كده يا جدعان. شايفين يا جدعان؟ المفروض كنا نفضي منها شويه. طيب يا جدعان، المفروض ان احنا وقفنا الفيديو دلوقتي عشان اسماعيل طبع علينا. قلنا له انزل. احنا انا قلت له يا جدعان هبقى نادى عليك. هو طلع مره واحده كده ما كناش نعرف. وقفنا الفيديو ونزلناه وهنكمل الفيديو تاني مع بعض. دلوقتي بنلزقها. عايز اقول لكم يا جدعان ان هي يعني مش عايز اقول لكم والله خدت مننا وقت كتير، يعني ربع ساعه. والواد طلع لنا كده على مره واحده. مش عارفين انه طالع. مش عارف هي هتنفع ولا لا. ايه ده يا لمؤاخذة؟ زي ما انتم شايفين يا جدعان معرفناش نعملها خالص. البتاع ده محتاجه صمغ تقريبا او امير، حاجه من الحاجتين دول، بس اللزق مش هينفع خالص. المفروض دلوقتي ان احنا هنجيب كوبايات وهفضها فيه. يا رب بس ما يشوف البتاع، هو غبي اصلا. يا رب ما يلاحظ. هنفضيها فيه. احنا حطينا البيضه اهو زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين هنرجها دلوقتي بقى، مش هنرجها قوي يعني. وهنفضها في الكوبايه وهنرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه جبنا كوبايه. يا رب شايفين لونها عامل ازاي؟ شايفين لونها اتغير ازاي؟ ازاي هشربها كده؟ كفايه كده يا جدعان. هننادي عليها وما فيهاش شك عادي. هو غبي، انا عارف ان هو غبي بسبب حاجه. هننادي عليه دلوقتي يا جدعان. يلا بينا ننادي عليه دلوقتي يا جدعان. اسماعيل اطلع اسماعيل.
المفروض ان اسماعيل طلع اهو. اخواتنا وحبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. زي ما انتم شايفين يا جماعه المزغرد اللي مش بيفهم طلع. يلا بينا يا جماعه نبدا التحدي المميت. يلا بينا يا جماعه نبدا التحدي يا جدعان. قدام الكاميرا اهو، قدام فانزاتك اللي هيشرب الكوبايه كلها في دقيقه. يلا بينا 3 2 1. اشرب. ما حسيتش بأي حاجة؟ عايز كمان؟ صوت. طب يلا بينا نصب له كمان. بقول يا جدعان شكله نسكافيه، هو نسكافيه فعلا يا جدعان. اهو. يلا بينا يا جدعان نكمل التحدي. ما حسيتش بحاجة؟ لا والله. زي ما انتم شايفين قدامكم يا جدعان، قدامكم مسك الكوباية فضاها حرفيا. احنا حاطين لك فيها بيضة والبيضة هناك اهي. ما انت يا حبيبي ما انت شربتها، ما انت ما طعمها وحش والله. طب خد اشرب من البيبسي ده. يا ابني ما تجيش مع ملك التحديات. زي ما انتم شايفين يا جماعه قدامكم ما سابش فيها ولا فلس، فنش عليها حرفيا وبتاعت اهي. زي ما انتم شايفين يا جدعان والله فضيت البيضه كلها فيها. زي ما انتم شايفين البيضه اهي، البيضه اهي قدامكم يا جماعه، فضيتها فيها اقسم بالله. مسك الكوبايه كلها وفنش عليها. قبل اي حاجه يا جماعه، قبل ما ننهي الفيديو حابب اقول لكم يا جماعه ان الكنزايه ديت انا ما شربتش منها. انا كنت فلاش باك، كنت بعمل فيها على بقي كده بس، هو اللي شرب منها عشان كانت ببيض بس. انا اللي كسبت. وانا جايبها لكم يا جدعان علشان للترفيه وللمقلب بس مش للشرب، قسما بالله ما للشرب. وانتوا عارفين ان دي مقاطعه يا جدعان، وبحذركم جدا ان انتوا تشتروها، وغير كده هي مضره للصحه وبتسبب هشاشه العظام. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. وحابب تقولي للناس، حابب تقول ايه؟ ان الفيديو ده مش بسلام ولا امان، ولا بسلام ولا بامان. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا خلصنا فكره المقلب بتاعت النهارده، ودي الضحيه اهي، الضحيه الغلبانه واللي برقع البتاع. يا جدعان والله العظيم مفضل البيضه كلها فيه، وما حسش ولا بطعم ولا بريحه ولا باي حاجه. برقعها كده اهو خلاص، تحسه بيشرب ميه. واللي برقع الكوبايه بالبيض بكل حاجه، بصفرها ببياضها، بس انا عايز اريح بريحتها بكل حاجه يا جدعان. والله العظيم حاطط له مفضله البيضه كلها بيضه زاره ام 5 جنيه مفضها قسما بالله. البيضه قدامكم اهي زي ما انتم شايفين وشربها وبرقعها كده وبتاعتها يا جدعان قدامكم. والله ما شربت منها حاجه، فلاش باك قدامكم، كنت بقى حاططها على بقي بس. كده يا جدعان نكون وصلنا نهاية المقلب بتاع النهارده. مقلب تاني؟ تحدي بتاع النهارده، ما احنا كنا بنقول تحدي وهو طلع مقلب كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وعشان تشوفوا كل مقالب جديده ومقالب احسن من الثانيه ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.